فضيحة داخل نادي الزمالك وآخر مستجدات داخل قضية العقوبات على كهرباء. السلام عليكم، أهلا بكم في برنامج الكرباج. كل سنة وانتم طيبين ونصلي على سيدنا محمد. أول حاجة فضيحة داخل نادي الزمالك هيبقى الموضوع التاني معانا. الموضوع الأولاني عقوبات كهرباء، ايه اللي حصل واخر المستجدات. اخر المستجدات ان الشؤون القانونيه بالنادي الاهلي تقدمت بمذكره مش طعن ولا استئناف ولا الكلام ده خالص، لان الكلام دوت بيعني قبول الاهلي او موافقته على هذه اللجنه. لكن الاهلي تقدم بمذكره للشؤون القانونيه باللجنه الاولمبيه المصريه وبالاتحاد المصري لكره القدم. فحوى المذكره دي ان اول حاجة اللجنة المشكلة من 5 مستشارين هي لجنة غير قانونية تماما. 5 مستشارين جايين بشكل غير قانوني، لازم يا اما يجوا بالانتخاب او بالتعيين ويتم الموافقة عليهم من الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، وده لم يحدث. تاني حاجة القرارات الصادرة قرارات غير قانونية. نعم، هي قرارات غير قانونية. اي حكم على اي شخص في الدنيا لازم يبقى ليه سند قانوني. الاخوة المستشارين ال5 دول، تخيل 5 مستشارين ما قدروش ان هم يحطوا صيغة عقوبة قانونية. العقوبات غير قانونية خالص. ايضا عندنا تجاهل شكاوي كتير جدا من النادي الاهلي. النادي الاهلي قدم اكتر من 6 أو 7 شكاوي او شكوات لم يتم النظر فيهم على الاطلاق، وتم النظر تحديدا في هذه الشكوى ضد اللاعب كهرباء. لم يتم الافصاح عن هذه العقوبات الا بعد عزل رئيس نادي الزمالك. طبعا في ايضا رفض اخر حاجة رفض عرض الفيديو على متخصصين لتحديد صحة الفيديو اللي اتعمل عليه العقوبة. هل متركب عليه صوت، مضاف اليه اي حاجة، اي تعديلات، لا. وايضا رفضوا ان هم يدوا الفيديو او يوروه لكهرباء اللي هو صاحب الواقعة اللي تم عليه العقوبة. طبعا كل الكلام دوت انا في الاخر بقول لك العقوبة دي بلح ومش هتشوفها ولا هتسمع عنها تاني، وصدقني وبيننا الايام. عايز بقى اكلمك على العقوبة نفسها واسباب العقوبة اصلا. يعني احنا بنعمل كل الكلام دوت، وهل هو بقى يستحق كهرباء يستحق العقوبة؟ انا الصراحة شايف ناس كتير جدا عايمة في العومة وعايمة في نفس الموجة وبتقول لك طبعا هو قال كلام وايحاءات ومش عارف ايه ويستحق العقوبة، لكن هو الحقيقة ما يستحقش العقوبة. وانا هثبت لك بالدليل. كهرباء قال جملة يعني تقدر تاخدها بمعاني كتير جدا. هو قال ايه؟ قال كهرباء حطه صح. ده راجل لعيب كوره، طبيعي ان هو كل ماتش لازم يحطه. هو ايه؟ هو الجون. يا اما مش هيبقى لعيب كوره، مش هيبقى مهاجم. فانت ليه بتاخدها على محمل وحش؟ هل هنا اللاعب تلفظ؟ لا، ما تلفظش. هل هنا ينفع ان انت تجيبه وتقارنه والكلام اللي حازم امام؟ لان حازم امام بيقول ان النادي الاهلي مذكرته بتدعو للتعصب. لا، انت عدم حياديتك هو اللي بيدعو للتعصب، وانت محسوب على اتحاد كرة القدم المصري. انت مش محسوب دلوقتي على نادي الزمالك. لما تطلع تقول الاهلي المذكرة دي بتؤجج الجماهير وبتؤدي للتعصب، يبقى انت مع احترامي مسؤول غير مسؤول. لان انت بتقارن برضو الموضوع مع شيكابالا. هو شيكابالا عمل ايه؟ شيكابالا عمل حركة بجسمه غير لائقة امام الناس، امام الشاشات وفي المدرجات وفي بلد شقيقة. حركة غير لائقة، حركة انا مش هقدر اعملها لك دلوقتي، انت ما تقدرش تعملها كحازم امام. امام عاشور قال ايه؟ قال كلام بذيء، يعني قال سباب صريح لشخصيات بارزة ومنهم ناس متوفين، فيها السباب صريح قبيح سافل حقير قليل الادب. اللي زيك يا حازم امام بيجي يقول ايه؟ يقول اصل ده كان في اوضه اللبس. يبقى انت مش قضيه اخلاق بقى، يعني انت ما عندكش يعني قصه ان انت بتتكلم على الاخلاق وان احنا لازم نكون حياديين ولازم نكون مش عارف ايه. ده كده بس ايه شو، لكن انت من جواك لا، مش كده. يعني انت بالنسبه لك عادي يشتم؟ لا، عيب في الكوره. دي كوره، انت لازم تعلمه ان هو عيب يشتم اصلا. مش القصه ان اصل ده في اوضه اللبس وده كان في اوضه النوم وده كان في العربيه. يعني ايه في العربيه؟ مش فاهم. النادي الاهلي نادي مبادئ المحترم
لو في لعيب عنده اتسرب له فيديو انه بيشتم فريق منافس في الحمام في بيتهم، هيتم معاقبته. مش زيكم ابدا، احنا مش زيكم ابدا. فما ينفعش انت يا حازم يا امام تطلع تقول ان الاهلي بيؤجج التعصب. لا، انت طب انت كنت نايم ننا ومرتضى منصور بيطلع يسب مجلس اداره النادي الاهلي؟ كنت نايم ننا ساعتها مثلا، ولا انت طلعت دلوقتي افتكرت مثلا؟ فحاجه غريبه جدا. وانا بقول لك في الاخر، انا ما اقدرش اقول امام عاشور قال ايه، ما اقدرش اعمل الحركه اللي عملها شيكابالا، لكن انا بالتالي قلت لك كهربا قال ايه. انت بقى عايز تاخدها من ناحيه وحشه، عايز تاخدها من ناحيه حلوه، انت اللي يعني اللي عايز تاخده خده بمزاجك بدماغك. لكن انا في النهايه ما اقدرش اجبرك تاخد ايه. خد اللي انت عايزه واللي انت مقتنع بيه. في النهايه هو ما تلفظش، ما قالش لفظ قبيح، قال جملة عادية جدا. انت ممكن تاخدها بقى كده تاخدها كده، لكن اللي انا اعرفه في حدود علمي ومعلوماتي ان اللي بيحاسب بالنية ده ربنا سبحانه وتعالى بس. نيجي بقى الموضوع التاني، وهو فضيحة داخل نادي الزمالك. طبعا فضيحة هي مش داخل نادي الزمالك، هي داخل مصر. لان بعد قرار من مجلس الدولة بعزل رئيس نادي الزمالك، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار سابقا مرتضى منصور، وبالتالي بيتم إبلاغه عن طريق وزارة الشباب والرياضة بخطاب رسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك بخلو منصب رئيس النادي ونائب الرئيس، وإن هم يشوفوا بقى هيعملوا انتخابات أو هيعملوا إيه. تلاقي كل ده تضربه في الخلاط كوبايه بلح باللبن وتشربها وتقعد تتفرج على مرتضى منصور امبارح وهو بيباشر عمله عادي جدا كرئيس نادي الزمالك. دولة بقى هترد ازاي؟ ما هو المفروض الوزير ده رجل دولة. يعني لما يطلع قرار بهذا الشكل من محكمة، يعني محكمة ده تابعة للدولة وده وزير في الدولة وده رئيس النادي، الراجل عامل نفسه مش من هنا ومنفض لهم تماما وبيكمل. هي فضيحة بكل المقاييس، ولو ما تحطلهاش حدود خلال ساعات اعتقد هيكون صداها كبير جدا وهيكون شكلنا مش حلو خالص. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.